بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من برنامج القضية ممكن. وهنتكلم في حلقة النهاردة عن الاتنين المدربين اللي الأهلي تواصل معاهم بالفعل. يعني هنتكلم على حاجات بسيطة كده عن السير بتاعتهم، بحيث ان احنا نوضح يعني نعرف الناس، عشان الناس في اتكلمت عليهم. فخلينا بس ابدا الاول. انا من وجهة نظري انا ليه بفضل المدير الفني المصري الاجنبي عن المصري، وان في اصوات طلعت وتقول لك ايه، طب ما عماد النحاس لو عمل نتائج كويسه ما يكمل. يا عم هو عماد النحاس كويس وكل حاجه وعلى دماغنا، ولكن عماد النحاس انا من وجهة نظري هو عمل نتائج كويسه الموسم اللي فات، وخلي بالك كان من ضمن اسباب اللي احنا اخدنا الدوري. ولكن انا شايف المدرب الاجنبي افضل. ليه؟ لان انت عندك النهارده لعيبه، عندك نجوم في الفرقه، وانت عارف اللاعب المصري لازم تظبطه عشان يعرف يشتغل معاك، عشان تاخد منه اللي انت عايزه. انما طبعا عماد النحاس راجل محترم، هتبقى في يعني حساب بقى للصحوبيه يعني دول اصدقاء، دول صحاب، دول حبايب، دول زمايل. مش هيبقى يعني انا من وجهة نظري انا بفضل المدرب الاجنبي. المدرب الاجنبي هيبقى جاي ولا يعرف مين في الاعلام، ولا يعرف مين في اتحاد الكوره، ولا هيبقى عليه ضغوط من الاعلام، مش هيعرف يصدر له ضغوط. حتى الصحفيين واسئلتهم التافهه هيعرف يتعامل معاهم، مش هيشغل دماغه بقى اصل ده هيزعل، لا ده مش هيزعل، طب التصريح الفلاني بيزعل، طب التصريح الفلاني مش عارفه ايه، ولا هيشغل باله. هو ولا ما يعرفش حاجه اصلا عن الكلام ده. هيبقى جاي مركز في الفرقه، مركز في شغلته، مركز في شغله هو والجهاز الفني المعاون ليه. فهيبقى اكيد الضغوط اللي يعني مش هتبقى عليك تقيله، مش هتبقى الضغوط على الفرقه كتيره، عكس المدرب المصري اللي هو عارف بقى فلان الصحفي وفلان الناقد وفلان المعلق وفلان في اتحاد الكوره وفلان مش عارفه ايه، وهيبقى مضطر ان هو يراضي الناس دي كلها. انت فاهم؟ طبعا مش هيقدر في كلام، او في وقت المفروض يطلع يقول كلام مش هيعرف يقوله، او مش هينفع يقوله عشان ما يزعلش حد منه. فهيبقى فيه يعني حساب لكل كلمة بيقولها. انا مش عارف اوصل لكم المعلومة بالظبط او ازاي، يعني ان هو هيبقى عامل حساب ان هم ايه، دول صحابه، دول حبايبه، في الاجازات بيقعدوا مع بعض، في الاجازات مش عارفة بيسافروا يصيفوا مع بعض. فهيبقى في حاجز كده بينه وبين الناس دي. انما المدرب الاجنبي هو جاي مش ما يعرفش حد، ما يعرفش ده عضو مجلس الشعب، ما يعرفش ده عضو في اتحاد الكوره، ما يعرفش رئيس النادي الفلاني، ما يعرفش الصحفي العلاني، ما يعرفش الناقد الزلباني. انتوا فاهمين؟ فهو كل ده مش هيشغل دماغه بيه، هيبقى مركز في الفرقه وفي الشغل بتاعه مع الفرقه. وانا من وجهه نظري بفضل المدير الفني الاجنبي. خلصنا من الجزئيه دي؟ خلصنا. طبعا الاهلي زي ما انتوا عرفتوا تواصل مع المدرب البرتغالي باولو بينتو. ده مدرب برتغالي عنده 56 سنه. الراجل ده درب شباب سبورتنج لشبونه، ولما عمل معاهم نتائج كويسه ومبهره راحوا مطلعينه يمسك الفريق الاول في البرتغال، وعمل شغل تقيل قوي معاهم. وبعد كده طبعا مشي راح البرتغال، ثم طبعا في 2010 وطبعا مشي بعد كده من تدريب البرتغال، قدم استقالته ومشي وراح يدرب في البرازيل، وطلع من البرازيل على اليونان، ومن اليونان طلع طبعا رجع تاني يدرب المنتخبات، ودرب منتخب كوريا وعمل شغل معاهم جامد جدا في كاس العالم، وصعد بيهم من المجموعات بعد ما فاز على البرتغال. وللاسف قابل في دور ال16 البرازيل، وطبعا انتوا عارفين البرازيل ما بترحمش، راحت مطلعه. فهو تبص في سيرته تلاقيه اكتر حاجه دربها المنتخبات، يمكن ما دربش فرق غير فرق قليله، ولكن هو عنده يعني القلائل او الفرق القليله اللي هو دربها، لا عمل معاهم نجاحات وقدم مستويات مبهره معاهم. طبعا شخصيته يعني راجل عنده شخصيه قويه، بيعرف يسيطر على النجوم، فهو ده اللي احنا عايزينه. ولكن هو السن، عامل السن طبعا انا عارف الناس تطلع 56 سنه ما كبير ومش عارفه ايه، ولكن الراجل ليه نجاحات يعني في الانديه اللي دربها، وهو حاليا فري. يعني انت مش هتروح تدفع شروط جزائيه ولا بتاع، الراجل فري ومرتبه الاهلي يقدر يدفعه، ما بياخدش مرتب عالي، فالاهلي يقدر يدفع مرتبه. ولكن خلينا نشوف يعني ايه اللي هيحصل في الفتره الجايه. طبعا معانا المدرب الثاني الالماني ماركو روزا. ماركو روزا الماني طبعا الجنسيه، مواليد 76، يعني هو حوالي عنده كام سنه من 76؟ يعني حوالي بتاع 49 سنه، عنده 49 سنه. طبعا درب انديه في المانيا، بروسيا دورتموند وريد بول سالزبيرج ولوكوموتيف، طبعا كل دول في المانيا يعني. فمدرب
معروف عنه مارك روزا قوي الشخصيه، صارم في قراراته، يعني ما عندهوش المحسوبيه، ما بيهزرش بمعنى اصح. وراجل لعبه كورته حلوه وبيحب يلعب بخطه 4-2-3-1. فانا ما اعرفش هل هي دي الخطه الاساسيه اللي هو بيحب، هو بيقال انه بيحب يلعب بالخطه دي. فهو اكيد وارد ان هو بيغير طبعا في اللعب حسب الماتش او حسب المباراه اللي بيلعبها، ولكن راجل قوي الشخصيه. هو للاسف مرتبه عالي شويه، مرتبه عالي، ولكن الاهلي يقدر مع شركه الكوره يقدر ان هم يدفعوا الراتب بتاعه ويجي زي ما انت جبت لعيبه وجبت نجوم بالاتفاق مع شركه الكوره، انت دفعت جزء والباقي بشركه الكوره طبعا والاستثمارات الكبيره اللي فيها بتعوضه عن طريق الاعلانات والكلام ده كله. فاتمنى ان ده يتم مع المدرب، مع ماركو روزا، حاجه كده يعني ايه، مدرب تقيل. وانتوا عارفين يعني يمكن المدربين يعني بتوع المانيا اليوم باع كبير مع النادي الاهلي، ولكن لو هتقول لي باولو بينتو ولا ماركو روزا هقول لك ماركو روزا، لانه اهم حاجه في المدرب السي في بتاعه. وهو الراجل مقدم مع الانديه اللي دربها نجاحات كبيره جدا. يعني هقول لك هو درب بروسيا دورتموند موسم 21 و22 تمام، واخد المركز الثاني بعد ما كان طبعا سوء نتائج قبل ما يمسك. ليه؟ تجارب زي ما قلت لكم، تجارب مميزه المدرب ده. فهو يعني انا لو كنت شايف ان هو يعني باولو بينتو ولا روزا، لا روزا افضل. مع طبعا روزا مرتبه زي ما قلت لكم عالي، وتقدر شركه الكوره تشيل الموضوع ده. طبعا مع نادي ريد بول سيلزبورج حقق لقب دوري ابطال اوروبا للشباب في عام 2017، وطبعا تولى تدريب الفريق الاول واخد معاهم الدوري والكاس المحلي في موسم 2018 2019. فدي تجارب اكتر من باولو بينتو مع الانديه، عكس باولو بينتو اللي ليه تجارب مع المنتخبات اكتر من الانديه. ولكن الاثنين ناجحين. ولو انت هتسال انه الافضل للاهلي وانه المدرسه اللي هتنفع مع الاهلي، طبعا البرتغال ليها نجاحات وليها باع كبير مع النادي الاهلي، وخصوصا طبعا اسطوره التدريب الاهلاويه مانويل جوزيه. ولكن انت جبت بعديه سواريش، ما نفعش. ما سواريش كان برتغالي، فمش شرط برتغالي هينجح، وطبعا اكيد مش شرط الماني هينجح. ولكن انا يعني مستبشر في ماركو روزا نجاح اكتر، لان راجل لعب او درب مع انديه كتير وحقق معاهم نجاحات كتير. فانا لو انت هتتكلم معايا عن المدرب هقول لك ماركو روزا. وتقدر زي ما قلت شركه الكوره تقدر مع الاهلي بالتنسيق كده والاتفاق يجيبوه والراتب بتاعه يتدفع. لعيب هيضيف للاهلي كتير وهيفرق معانا وهينقلنا نقله في اللعب والتكتيك كبيره. اتمنى وجود ماركو روزا في الاهلي، وان كان جه اي مدرب تاني احنا كل الدعم للنادي الاهلي وادارته، واكيد هم بيدوروا على الانسب والاحسن للاهلي. طبعا يجي لعيب او لاعب هيمشي من النادي الاهلي، وانا فرحت جدا بالخبر ده، وهو خروج اشرف داري من النادي الاهلي. طبعا انتوا عارفين القيد اتقفل اصلا، هي الخطوه اتاخرت، ولما الخطوه اتاخرت اللاعب طبعا القيد اتقفل، واللاعب كل شويه يتصاب من ساعه ما جه، وهو كل شويه يطلع من اصابه يخش في اصابه، يطلع من اصابه يخش في اصابه، يلعب ماتش ويتصاب، يلعب ماتشين ويتصاب. انا بصراحه من زي ما قلت لكم في حلقه قبل كده، اول ما جه النادي الاهلي استغربت. لعيب بتلعب في فرنسا في اوروبا من دوريات من في دوري من الدوريات الكبيره في اوروبا، فتسيب اوروبا وتيجي تلعب في افريقيا. طبعا شرف لكل لاعب ان هو يلعب في نادي يعني كبير القاره وزعيم القاره السمراء النادي الاهلي، ده شرف كبير. ولكن انا استغربت في ايه؟ انت محترف في فرنسا اصلا، بتلعب في دوري من الدوريات الكبيره، وفي فريق بيلعب في دوري ابطال اوروبا او شارك في دوري ابطال اوروبا قبل كده، فتسيب وتيجي النادي الاهلي او تسيب وتيجي افريقيا. فالموضوع كان بالنسبه لي فيه اندهاش شويه. لكن لما جه عرفت هو جه ليه. اللاعب كثير الاصابات، عنده سجل حافل من الاصابات المزمنه، وجه النادي الاهلي يتعالج. وللاسف احنا لبسناه زي ما قلت لكم برده في نفس الحلقه اللي اتكلمت فيها على اشرف داري، وقلت ان احنا ازاي جبناه؟ طب الكشف الطبي، طب الدكاتره، طب فين الناس دي؟ ما بصتش في السجل بتاعه شافته ان اصاباته كتير؟ ما اعرفش، انتوا فاهمين؟ انا مش فاهم. ولكن خلاص يعني هو الاهلي خلاص اخذ الخطوه والمبادره ان هو هيتم الاستغناء عنه، سواء بقى هيفسخ عقده بالتراضي او هيتم بيعه. وانا كنت اتمنى ان يبيعوه بعد كاس العالم. بعد كاس العالم ما كانش لسه اتصاب وكان بيلعب، كان هتبقى فرصه كويسه. ولكن طبعا دلوقتي القيد اتقفل، هنضطر نستنى تاني فتره قيد تاني، ونبدا ان هو عايزينه يلعب بقى عشان نعرف نسوقه، عشان نخلص منه يعني. فدي خطوه اتاخرت ولكنها
جت في الوقت المناسب. طبعا الاستاذ عفيفي طالع يحذر الفتح السعودي من الاهلي، ان الاهلي بيخطف لعيبه المدربين او لعيبه المدربين الزمالك. طب يا حبيبي الزمالك نفسه تعاقد مع هولمان وتعاقد مع الجوهري وتعاقد مع بيسيرو وتعاقد مع كارتيرون وهم كانوا بيدربوا الاهلي، وبعد ما مشوا خدهم من يعني تعاقد معاهم. ليه احنا ما قلناش ان الزمالك بيخطف المدربين من الاهلي؟ وهي فكره زملكاويه عقيمه، ان انا كل ما اجيب مدرب او افكر اجيب لاعب حتى مشي بالزمالك ابقى انا واخده منهم، او ان انا او هم اللي لمعوه فعشان كده انا عرفته وجبته. ده حاجه غريبه يعني بصراحه. والاخ عفيفي راح يحذر الفتح اللي اخذ مدرب الزمالك في نص الموسم وعمل فيديو تقديمي للمدرب كان بيسف على نادي الزمالك وبيسف عليهم وحفل عليهم وكان منظرهم مش حلو. فانت بدل ما تطلع تقول للفتح عيب اللي انتوا عملتوه مع نادي الزمالك، والزمالك نادي كبير، طلع تحذرهم من الاهلي ان اصل الاهلي بيخطف وانت اصلا كده مش هتقدر تطلع تقول لهم ان انتوا عملتوه على الزمالك ده عيب، السف والتريقه والتقليص على الزمالك في الفيديو التقديمي بتاع المدرب، او ان انتوا خدتوا المدرب ليه من الزمالك. انت مش هتقدر تقول الكلام ده انت اتكلمت كلمتين على الهلال السعودي مش هقول لك ايه اللي حصل، وطلعت انت تتحايل ويعني وتترجى فيهم وتتحايل عليهم، وانا ما اقصدش وانا ما اقدرش اتريق على المشروع السعودي وانا مش عارف انا غلطان وانا اسف عشان خاطر قلت كلمتين في الهلال السعودي. فيعني انا مش عارف، انت ماشي بالمثل اللي بيقول لك ايه، ساب اللي ضربه ومسك في اللي شافه بالظبط. ده بينطبق يعني للاسف على الاستاذ عفيفي. طبعا الزملكاويه وزيزو تاني وزياط وصياح زملكاوي بسبب ان زيزو كل يوم في اعلان او كل يومين او كل 3 ايام في اعلان للاهلي. طبعا الاعلان اللي هو الاخير اللي عمله بالبيتزا والكلام ده طبعا هم طلعوا وهم مش فاهمين، فطلعوا يسفوا انت فاهمني عليه وجعان وعايز ياكل وما اعرفش والكلام اللي هم قعدوا يقولوه ده. ولكن هي الفكره بتاعت الفيديو اللي محدش خد باله منها ان الراجل ده ديليفري يعني بيوصل للجون بسرعه، ولكن هم على قد يعني تفكيرهم الضيق فكروا في الحته دي. طبعا زيزو في الزمالك ما كانش بيجي له اعلان بتاع بامبرز، حتى ما كانش بيجي له حتى اعلان لوليتا عشان يعمله. لكن مع النادي الاهلي الموضوع غير، وزي ما قلت لكم الاهلي براند كبير والاهلي في مكان تاني مختلف. جه الاهلي من هنا كل شويه اعلان وفي اعلان في اعلان. طبعا ده متفق عليه مع شركه الكوره ان انت هتاخد جزء من الراتب بتاعك والجزء التاني هيتعوض لك عن طريق الاعلانات. فزيزو سلعه مطلوبه في السوق من المعلنين ومن الرعاه ومن الدعاه والكلام ده كله. ان اي حد عايز يعمل اعلان للمنتج بتاعه اكيد هينقي نجوم الفرقه. مين في الفرقه؟ عندك نجوم الفرقه كلها نجوم، ولكن مين اللي مشطشط؟ زيزو، تريزيجيه، بن رمضان، امام، الناس دي. فالناس دي تلاقي لعيبه الاهلي دايما هي اللي بيجي لها اعلانات. وان زيزو لما كان في الزمالك كان الزمالكاوي بيقول لك ايه، هو ليه لعيبه الاهلي اللي بيجي لها اعلانات ولعيبه الزمالك لا؟ طب انتوا مشكلتكم مش عارفين تسوقوا لعيبتكم، انتوا حرين. انما انا الاهلي براند بيعرف يسوق للمنتج بتاعه كويس. فانتوا بدل ما يعني تشوفوا ايه سر نجاح الاهلي وتبداوا تمشوا على الخطه بتاعته عشان تنجحوا زيه، عمالين اصل الاهلي لعيبته بتعمل اعلانات، اصل الاهلي مش عارفه بيحصل له ايه. طب ما تركزوا في فرقتكم. يعني انتوا جايبين مدرب على الله حكايته، انتوا خلي بالكم كده كده هتمشوه قريب، لان مدرب ما بيقدمش كوره بشلم. يعني انتوا شفت الزمالك بيكسب بالحب، بيكسب بس عشان خاطر جماهيره الغلابه اللي بيروحوا يدفعوا فلوس ويتفرجوا عليه. انما هو كلاعب كوره كوره، مفيش تكتيك، ما بيعملش اي حاجه. وكنت متوقع له انه هيمشي في نفس الطياره اللي مشي فيها ريبيرو، ولكن هي الموضوع اتاخر شويه، فهيتم طبعا اكيد هيمشوه، لانه زي ما قلت لكم ما بيقدمش حاجه في الكوره وهيمشي قريب. فسيبوا زيزو في حاله. زيزو الراجل ولا شتمكم ولا قل ادبه عليكم ولا بيطلع يسف عليكم، تمام؟ ومع ذلك انتوا شغالين دماغكم، هو مش شاغل دماغه بيكم، لان هو اصلا مش شايفكم. هو مركز مع فرقته، مركز مع المنتخب دلوقتي طبعا، ومركز مع النادي الاهلي في الانجازات والبطولات، والراجل عايز يحط اسمه في وسط الاساطير الاهلاويه، فمش شايفكم. انتوا ما بينكمش غير الحزق والصياح، وانا خايف عليكم اللي يجيلكم فتاء او بواسير بس. انما هو الراجل في حته تانية، ومع الاهلي هيكون في حته تانية وثالثه ورابعه. فانتوا اهدوا وركزوا، شوفوا فرقتكم ناقصها ايه، او شوفوا المشاكل اللي عندكم ايه، وبعد كده اطلعوا اتريقوا على اي حد. هي الطريقه كده كده مش هتقلل منه. يعني هو هيفضل زيزو نجم النادي الاهلي، هياخد دوري ان شاء الله باذن الله، دوري الابطال والدوري والكاس، وهنروحوا كاس عالم تاني. فهيفضل زيزو هو زيزو. انتوا بس زي ما بقول لك ما يبينوكش
غير الحزق واللي فاهم انت، وهيجي لك بواسير وبتاع. انا خايف عليكم. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش الدعم لاخوكم محمد رجب الاهلاوي باللايك والشير والكومنت الجميل. طبعا ادعوا لوالدي بالرحمه والمغفره، وان ربنا يجعل مرضه في ميزان حسناته، اللهم امين، ويرحم جميع اموات المسلمين، اللهم امين. السلام عليكم.